السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بأمانة وحشتوني. أسفة جدا على التأخير، شكرا جدا على الناس اللي سألت عليا وشجعتني إني أرجع أكمل تاني. ميرسي جدا ليكم. مشغولة كنت مع الولاد شوية في المدارس، بس يلا بينا جايلكم بفكرة حلوة وجديدة. النهاردة هقول لكم على سر من أسرار البانيه بتاعي. عندي خلطة واحدة بعمل بيها البانيه بس في حتة تانية، وهقول لكم كمان من نفس الخلطة بعمل نوع تاني من الفراخ، يعني بشوحها كده للناس اللي بتعمل دايت او مش عايزة تاكل بانيه مقلي. خلطة النهاردة عبارة عن ايه؟ في البولة بتاعتي كنت حاطة معلقتين من الدقيق او 3، ونزلت عليهم بشوية من البابريكا ومعلقة من التوم الباودر والبصل الباودر. حلو يا دودو، حلو يا دودو. طيب حطيتي ايه كمان يا دودو؟ حطيت كمان شوية جوزة الطيب، حاجة بسيطة، وشوية حبهان مطحون. جوزة الطيب مطحونة طبعا، وحبهان مطحون. حلو الكلام، حلو الكلام. خلي بالك من الملح في الخطوة دي، لأن الملح ده هو اللي هيدي التتبيلة للبانيه. يعني لو الملح هنا قليل البانيه بتاعك هيطلع عادم، أما لو الملح كتير هتبقى مصيبة ويطلع مالح. هنزل كمان بالبيضتين بتوعي، ومادام نزلنا بالبيض يبقى فوق منهم الفلفل الأسمر يا حلوين. هنزل برشة الفلفل الأسمر. حلو التتبيلة، حلو. أنا متعودة أراجع معاكم، يلا نراجع مع بعض. حطينا بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبهان مطحون، وجوزة الطيب مطحونة، وكمان بيضتين، ونزلنا بالفلفل الأسمر. وما ننساش نظبط الملح في الخلطة دي. كان معايا مج فيه مية بتاعتي، وهبدأ بقى وأنا بقلب كده أنزل واحدة واحدة بالمية. عايزة الخليط بتاعي يبقى سايح يا جماعة، مش مليان ولا طري، سايح. حلو قوي كده، حلو. طبعا انا هنا الكاميرا بتدي الوان، بس انا عارفة ان انتوا قابلين مني اي حاجة، يعني دي احلى حاجة في الدنيا. المهم هبدأ زي ما انتوا كده شايفين اخلط الخلطة بتاعتي كويس قوي. حلو يا دودو، حلو. طيب يا شباب، بعد بقى المرحلة دي هبدأ احط ورق اللورا. طبعا العيدان اللي بتنزل دي عيدان من اللورا برضو. في بقى حاجة هنا مهمة جدا جدا جدا، وأنا بحب أي نوع خلطة من خليط البانيه أحط لها عصر ليمونة. عصرة الليمونة بتخلي طعم البانيه عامة في حتة تانية. تمام، ده ملهوش دعوة بالبانيه، يعني أنا أصلا غاسلة البانيه بملح وليمون، ده ملهوش دعوة، بس التاني بشطفه من الملح والليمون قبل ما أحطه هنا في الخلطة. لا، ليمون بيبقى في الخلطة. وبنزل هنا بقى بكمية البانيه بتاعي. حلو الكلام كده، حلو الكلام. هبدأ بقى انزل بكل. على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة. انا ساعات البانيه ده لما بطلعه بيفضل طبعا، يعني لما ابدا اخده بقى واحطه في البقسماط واقليه بيفضل الصوص ده بيفضل منه. على فكره الصوص ده انا ساعات بشيله في التلاجة. يعني الصوص ده هتشيليه عادي في التلاجة، وممكن تعمليه في بانيه تاني، والله بينفع. عندي واحده حبيبتي كانت بتطلبه مني، كانت تقول لي لما يفضل منك صوص البانيه ده ابعتيهولي، وكانت بتتبل فيه بانيه بتاعها او فراخ بتاعتها، وكانت بتعجبها جدا. فالصوص ده يا جماعه لو فضل منكم صوص شيلوه في التلاجة، ولما يبقوا تجيبوا بانيه تاني تعملوه. طيب بعد بقى ما سبته شويه، طبعا في التتبيله دي بنسيب شويه ياخد حبه كده. بجيب طبق وبنزل بقى بشويه الفيجيتار، لان انا هعمل زي ما قلت لكم حبه منهم مقلي. هنا طبعا المقلي. وبدات بقى انزل بقى بالفيجيتار، واتبل كميه البانيه اللي انا هقليها او هحمرها. طبعا سرعت لكم الجزء ده لان هو جزء سهل ومعروف. انا وولادي كلنا 3 افراد، فطبعا كميه البانيه دي هتبقى كتير عليا. فانا بعمل ايه بقى؟ بعد بعمله في التتبيله واعمله بالفيجيتار، باخد منه شويه لو كتير، وساعات بعمل اصلا كده، يعني بتبل شويه واقسمهم واشيل منهم في التلاجة. طبعا بينفعني جدا. باجي ساعات مستعجله من تمرين، باجي مستعجله من شغلي، بقوم ساعات تعبانه مش قادره اعمل حاجه، بيبقى ده جاهز عندي في التلاجة، بطلعه على طول على التحمير. ومفيش اسهل ولا اسرع من كده، وكمان هينفعكم في تفريزات رمضان. اما دول الحبه اللي انا هخلط، اسفه هحمرهم. حلو كده، حلو يا شباب. انا احلى حاجه في ان انا بسال نفسي وبرد حلو كده حلو. طب افرضي حد قاعد مش عاجبه الكلام، ماليش دعوه، انا عاجبني. دول الحبه اللي انا هدخلهم الفريزر، يبقى كده حبه هنقليهم، حبه هندخلهم الفريزر. الحبه دول بقى هقول لكم هنعمل بيهم ايه. تعالوا بس الاول نحمر الفريزر. خش على التحمير،
يلا بينا. الزيت بتاعي كان في الطاسة وكان سخن طبعا، وبدأت أنزل بقطع البانيه بتاعي وهبدأ أحطه في الزيت عشان يبدأ يتحمر. طبعا كمية الزيت اللي انتوا عايزينها، الكميات دي انا بحب اسيبها ترجع، لاني محدش بيعمل بنفس الكمية، كل اسرة ليها عدد بتعمل بالكمية اللي تناسبها هي. هبدأ بقى انزله كده في الزيت وهسيبه شوية. هنا بقى بدأ يتحمر الجزء اللي تحت، وهبدأ اقليه. انتوا شايفين شكل البانيه عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هو محرق، مش من بره كريسبي كده وتحفه تحفه، ومن جوه لو خدتوا بالكم هنا بصوا، وانا بقلبها بصوا من جوه، ومن جوه طري. تحفه 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 تحفه. بصوا هننافسوا المحلات من الاخر كده. مش هتفكري تجيبي مثلا حاجه بانيه جاهزه او حاجه من بره. بصوا منظر البانيه عامل ازاي. اي حد هياكل عندك البانيه ده، اسمعي مني انا بقول لكم هينبهر بيه. انتوا شايفين منظره؟ مفيش احلى من كده. والتتبيله بتبقى مخليه طعمه جميل جميل. بصوا 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 الجمال. الله عليكي يا دودو. يا سلام عليا، وانا بشجع نفسي. انا بشجع نفسي، محدش بيشجعني. حلو كده، حلو. طيب كده عملنا خلاص البانيه المقلي. هنعمل ايه بقى بالباقي؟ طاسه كده عندي قديمه، هبدا انزل كده وادهنها بالزيت. على فكره انا عندي حاجة، يعني أي حاجة مثلا بشوي بيها، أو يعني طاسات للشوي أو كده، دي بخليها بس للشوي عشان تبقى جاهزة كده وما تتلسعش والكلام ده. أما طاسة الآلية زي ما انتوا شايفين بتبقى لوحدها. المهم دي طاسة قديمة، فأنا بعملها إيه للشوي. نزلت بدهنت بس البتاعة دهنة بسيطة خالص زي ما انتوا شفتوها، بسيطة لا تذكر. وحطيت البانيه طلعته من الخلطة ونزلت بيه. بصوا بقى هبدأ أقلبه. شايفين الجمال؟ تحفة يا بنات بشكل رهيب. قلت لكم ان احنا هنعمل طريقتين، وفي طريقه ثالثه هقول لكم عليها. احنا عملنا البانيه وادينا عملناه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، الشوي ده. ممكن على فكره تشويه على الجريل، هينفع جدا. آه الخليط ده ممكن تحطوا فيه الفراخ اللي بتعملوها للشاورما. يعني تقطعوا الفراخ صوابع وتحطوها في نفس التتبيله وتشوحوها، هتطلع معاكم بالمنظر ده، بتبقى طعمه جدا في الشاورما. يعني دي كمان تنفع لنفس الخليط ده، ينفع للشاورما. الفراخ دي طريه بشكل بقى تحفه. على فكره الفراخ دي ممكن نقطعها ونعملها مع السلط، لو الناس بتحب السلط بالفراخ بتبقى حلوه قوي. اللي هو السيزر سالاد برضو بتبقى بعملها بالطريقه دي، وبقطعها وبحطها مع السلطه برضو حلوه جدا. وممكن نحط لها حبه كريمه وتبقى وبالمشروم. بصوا بقى ادي البانيه بتاعي بعد ما طلعته، حلو جدا. تحفه 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 تحفه. وهنشوف كمان الفراخ اللي عملناها مشوي، خفيفه وطعمه. بصوا مفيش بعد كده، جربوها هتوحشوني. باي باي.